البخل من أقبح الصفات اللي ممكن يتصف بيها أي إنسان، لأن البخيل بيكون بخيل في كل حاجة، مش بخيل بفلوسه بس، بخيل بمشاعره وعواطفه، بخيل بعلمه ومعرفته، بخيل في الصداقات وعمل الخير ومساعدة الناس، وبخيل حتى بوقته. اللي بكلمكم عنه ده للأسف جوزي، واللي شفته معاه عمركم ما هتتخيلوه. أنا الحاجة توحيدة، عندي 75 سنة، ولما وصلت لسن ال16 أهلي جوزوني لعامر، وده كان أول واحد يتقدم لي، وشفت معاه العذاب ألوان. ومن يوم صباحيتنا لقيته بيقول لي: انت بتعملي ايه؟ فطار؟ هو مش احنا لسه واكلين في الفرح؟ يا راجل ده احنا ما كلناش كويس، كنا مشغولين في الفرح. خلاص، هعمل بس بيض وجبنة ولبن. بيض وجبنة؟ مش كتير شوية دول؟ وبعدين ايه كل اللبن ده؟ انت جاية تكملي رضاعة هنا ولا ايه؟ في ايه يا عامر؟ ده الأكل اللي بابا جابهولي قبل الجواز. طيب، نعمل بيضة واحدة بس ونقسمها بينا، وكوباية اللبن وبرضه نقسمها بينا، وبس كده. انا بقول نبدأ حياتنا بالعقل، توفير برضه مهم، والفلوس لازم نحافظ عليها للأيام الصعبة. وخلي بالك، البيضة تتعمل من غير زيت عشان الزيت غالي. وقلت في نفسي وقتها: باين كده الأيام الصعبة هتبدأ من النهاردة. وعدت الأيام وهو على نفس الوضع، بل بالعكس، كان بيزيد في بخله معايا. وخلفت ولدين ورا بعض، وكان بخيل عليهم جدا، لدرجة لما كبروا ولادي شوية كانوا يفضلوا في الشارع طول اليوم، وأقول خليهم يلعبوا في الشارع أو اللعب بيلهيهم. وكانوا يلعبوا وهم لابسين هدوم مقطعة وجعانين، ومفيش في إيدي أي حاجة أعملها لهم يا حبة عيني. وحتى التعليم أبوهم رفض إنه يعلمهم. وكان ابني صالح دايما يقولي: ماما، أنا بحس إني سقعان وأنا بلعب مع عيال عمي في الشارع، عشان كده بحاول ألعب وأجري عشان أتدفى، بس من كتر اللعب طول اليوم ببقى جعان قوي يا ماما. وساعات ولاد عمي بيكون معاهم أكل بياكلوه وبيعزموا عليا، أنا ببقى مكسوف آخد، بس باخد لأني ببقى هموت من الجوع. يا ماما، هو ليه بابا بيعمل فينا كده رغم إن معاه فلوس كتيرة قوي ومربي طيور كتيرة؟ ولما كنت بحاول أكلم عامر في أي طلبات ألاقيه بيقولي: بتقولي ايه؟ انا قلتلك 1000 مرة انا مش بجيب هدوم. شوفي حد من العيلة وخدي هدوم عيالهم اللي صغرت عليهم، وخديهم لعيالك. طيب والأكل؟ الأكل على طول قليل، والعيال طول اليوم جعانة، ولما يرجعوا بقول لهم مفيش غير عيش حاف. نفسي أعرف إحنا ليه مش بناكل زي الناس العادية، فطار وغدا وعشاء؟ انت خليت كل الوجبات وجبة واحدة وهي العيش الحاف، حرام عليك. ده اللي عندي، انا مش معايا فلوس. شكلك كده اتجوزتيني عشان طمعانة في املاكي وبيوتي ومحلاتي، صح؟ كل الايجار اللي بلمه من الناس هو بيروح في الضرايب والتصليحات والسماسرة. وبعدين لازم النعمة ما تبانش علينا. لو صرفت وعيشنا براحتنا الناس هتحسدنا ويتكلموا علينا. لازم نعيش كده عشان نفضل في امان. طب والتعليم؟ هنطلع عيالنا جهلة؟ العلم مش بالشهادات، ما احنا طلعنا رجالة اهو من غير تعليم. هم احسن يشتغلوا من دلوقتي ويتعلموا صنعة تنفعهم. انا ابوهم واعرف مصلحتهم اكتر منك، وانا شايف التعليم ده مضيعة للوقت والفلوس. انت عايز يا عامر ولادك يشتغلوا عند الناس وابوهم عنده املاك؟ خلاص يا ستي، هوقفهم في المحل بتاعي اللي جنب البيت، بس ملهمش عندي غير اليومية اللي انا هقول عليها. وفي يوم من كتر شكوى عيالي من الجوع قلت اتصرف واخد بيض من فوق السطوح. ما هو مربي كل انواع الطيور على السطوح عشان كان بيبيعهم وممنوع علينا ناكل منهم. ولما عامر رجع من بره سألني وقال لي: فين باقي البيض يا ولية؟ انا اخدتهم يا عامر وعملت اكل للعيال، بس انت عرفت منين اني اخدتهم؟ يا ولية انتي فاكراني مغفل؟ انا كل يوم قبل ما بنزل بحط ايدي على الفرخة، بعرف انها هتبيض النهاردة،
وعارف كل يوم بيدخل لي كام بيضة. وبعد ما خلص كلامه معايا ضربني وقال لي حسك عينك تطلعي الحظيرة تاني ولا تمدي ايدك على بيضة واحدة. وحاولت كتير اتطلق منه، بس كنت كل ما ارجع لأهلي كانوا يقولوا لي مفيش طلاق. بس من كتر الطلاقات اللي كان بيحلفها عليا طلقني. بس ما رجعتش بيت أهلي، فضلت قاعدة في بيتي، وخصوصا إني وقتها كان عندي منه ولدين وكمان بنتين، فرفعت عليه قضية نفقة. وفي الفترة دي كان هو اتجوز واحدة تانية، يا دوب اتجوزها شهرين بس، وما قدرتش تكمل معاه من بخله وطبعه القاسي، وقالت له أنا خلاص تعبت من عيشتك، بخل وقساوة، حتى النظافة مفيش، انت بخلان على الصابونة اللي هتستحمى بيها، امال بتصلي ازاي؟ يا راجل ده انت الملايكة هتنفر منك، ولا اللمبة المحروقة بقالها شهر وعايشين في الضلمة وتقولي مش مشكلة العين بتتعود. ريحة اللي بتتكلمي عليها؟ ما انت كنت شامة ريحتي قبل الجواز وبرضه اتجوزتيني. عارفة ليه؟ عشان شميت ريحة الفلوس يا طماعة، وانا بقى هطلقك ومش هنولك حاجة من فلوسي. طيب على فكرة بقى يا عمر أنا حامل، وهرفع عليك قضية نفقة، لأن أنا كمان مش عايزك ولا طايقة عيشتك ولازم أتطلق منك. وهو كمان مبقاش عارف يعمل ايه، واحنا الاتنين بقينا رافعين عليه قضية نفقة. بس شيطانه عطاله فكرة خبيثة، وعشان كده راح لأخوه سيد وقال له بقولك يا سيد، كنت عايزك في خدمة كده. خير يا أخويا، رقبتي ليك. انت عارف المشاكل اللي انا فيها بسبب الطلاق والنفقة، وطبعا اكيد القاضي لما يعرف ان العمارة اللي ساكنة فيها طليقتي الاولى والتانية هي في الاساس ملكي هيحكم لهم بالنفقة على طول. فما لقيتش حل غيرك انت. أنا؟ إزاي؟ قولي وأنا أساعدك على طول يا أخويا. ايوه انت. انا هكتب لك العمارة كلها باسمك على بال بس ما نخلص القضية، عشان الحكومة تعرف اني ما عنديش املاك، وبعدها على طول ترجع العمارة باسم تاني. ها قلت ايه؟ فكرة عظيمة، ماشي يا أخويا. خلاص يا اخويا، رجع لي عمارتي تاني لاسمي، عشان القضية خلصت والحمد لله مفيش واحدة منهم طالت حقوقها. منين يا راجل وانا غلبان وما عنديش املاك ولا فلوس؟ كلامك صح، انت ما عندكش أملاك، العمارة دي بقت بتاعتي خلاص، ومستحيل ترجع لك تاني. ولو بتفكر تبلغ عني أنا هبلغ عنك، وأقول اللي انت عملته عشان تتهرب من نفقة، وساعتها هتدفع وكمان هتتحبس. ده غير ان القانون لا يحمي المغفلين يا عامر يا اخويا. وبعد مشاكل كتيرة بين عامر واخوه سيد، ابوهم وقف لهم عشان يحل المشكلة دي وقال انت يا عامر ربنا جزاك على فعلتك واكل الحقوق، النفقة دي حقوقهم اللي ربنا شرعها، وعشان نحل المشكلة دي يبقى لازم تنفذ حكمي بينك انت واخوك، وانت كمان يا سيد لازم تقبل بحكمي. العمارة هتتقسم بينكم بالنص، انت ليك نص العمارة وانت ليك النص التاني، ومش عايز حد فيكم ينطق بعد كلامي. وفعلا ده اللي حصل، وطليق عامر رجعت له نص العمارة بتاعته، وهو عشان مش عايز يسيب لي البيت حاول يرجع لي عشان يعيش معايا في البيت. بعد ما رجع للشيوخ وقالوا له بعد القسم إن دي آخر مرة تطلق فيها مراتك. ولما رجع يعيش معايا في البيت بقى كل واحد مننا في أوضة، وبقت عيشته كلها في الأوضة بتاعته، وبقينا عايشين زي الخوات، لأن أنا اللي رفضت إنه يجي جنبي ولا يلمسني أبدا، أنا مضمنش ده حلال ولا حرام من كتر حلفاناته بالطلاق. وعدت السنين على الحال ده، وابني صالح اتجوز بس كان ساكن بعيد، لكنه كان بار بيا. أما ابني الكبير حسن كان بيكره كل حاجة حواليه من اللي شافه من أبوه عامر، كان بيكره أبوه وطريقته وحياته، حتى أنا كرهني لمجرد إني كنت مراته، معرفش أنا ذنبي إيه عشان يكرهني. ولما جه حسن يتجوز اتجوز وعاش معانا في نفس الشقة، لأنه ما كانش معاه فلوس يجيب شقة، وما كانش بيطلع من أوضته هو ومراته
من كتر كرهه للي في البيت، أنا وأبوه، وكنا عايشين مع بعض زي الغربة. ولما كان يشوفني بالصدفة في الشقة كان يقول: بصي يا أمي، إحنا مفيش حاجة مشتركة بينا إلا الحمام والمطبخ، هنعمل له مواعيد نتفق عليها عشان يبقى انت ليكي وقتك ومراتي ليها وقتها. أما أبويا بقى فهو مرتاح قوي للأوضة اللي قاعد فيها، آكل شارب نايم فيها، وكفاية عليا قوي إني مستحمل ريحتها اللي طالعة منها. ماشي يا ابني، اعمل اللي يريحك، أهم حاجة عندي راحتك. وأنا يعني عندي أكل أعمله، يا دوب أكل العيش والجبنة، أو ممكن عيش بس كمان. وكان ابني حسن مراته تعمله الأكل، وأنا ببقى قاعدة جعانة وشم ريحة الأكل، بس ما يهونش عليه يديني منه أبدا. أما بقى عامر كانت حياته كلها في أوضته، وكان ياكل أي حاجة، ويوم لما يبقى نفسه في أكلة نظيفة كان يخبط على الجيران. ما هم جيراننا اللي ساكنين معانا في العمارة يبقوا قرايبه، وهو مأجر لهم الشقق. كان عامر يخبط عليهم دايما وقت العشاء. وفي مرة سمعت الجيران بيتكلموا ويقولوا: أهو عم عامر ده ما يخبطش عليا إلا وقت العشاء، يتعشى معانا وبعد الأكل على طول ياخد بعضه ويمشي. يا أختي، بيعمل معايا كده أنا كمان. مش عارفة الراجل ده عمره طويل وعايش راضي في الناس ويرمي بلاء على الناس، رغم إنه معاه فلوس تكفي يصرف على 10 أسر. ولا سمعتش الناس تحت بيقولوا عليه إيه؟ أي حد عايز يجدد عقد الإيجار بتاعه بيضحك عليه بأكلة، وهو ياكل من هنا ويمضي على طول. قد إيه هو غبي والبخل عميه. طب ما هو يجيب لنفسه أكلة حلوة ياكلها بدل ما يديهم محل كامل. البخل عميه فعلا. يلا ربنا يسهل له، خسارة في حسناتنا. وبعد سنين كنت أنا نايمة في أوضتي، وكان حسن ابني ومراته مش موجودين في البيت وقتها. سمعت صوت دبة جامدة، ورغم إن عامر ما كانش بيشتكي من أي مرض، وكان عمره وقتها 94 سنة، رحت أشوف فيه إيه. لقيته واقع على الأرض بطريقة كأن حد كان بيعذبه. ولما طلبنا له الإسعاف قالوا إنه مات. وبعد موته لقينا في أوضته تحت بلاط متحرك من مكانه فلوس كتيرة قوي، وعياله ال4 اللي هم عيالي، وحتى بنته اللي كان جايبها من الست اللي اتجوزها بقوا يتعاركوا على الورث، الفلوس والأملاك. وأنا كبرت وضعيفة ومش عارفة أسيطر عليهم، وكل ده بسبب إنه بيحصد اللي زرعه، لأن عامر زرع الكره بين ولاده، عشان كده حصد كراهية وبغض. ده غير إنه ما كانش بيزكي عن فلوسه، وعشان كده فلوسه فيها شبهة حرام، لأنه ما عطاش حق السائل والمحروم منها. ودي كانت عاقبة ونهاية البخيل لنفسه ولولاده.